انت عارف ان اكلك النهارده بالليل هو اللي ممكن يخليك تصحى بكره مرهق وسكرك عالي ونومك مقطع. كمان لخبطة الاكل قبل النوم ممكن تزود دهون البطن بنسبة توصل ل 30%. في اكلات معينة جسمك بيهضمها وانت نايم وده يخليك تنام بشكل احسن، وفي اكلات تانية بترفع هرمونات الجوع وتزود تخزين الدهون وتبوظ نومك من غير ما تحس. الفيديو ده هقولك فيه ايه اسوأ اكلات ممكن تاكلها قبل النوم واحسن حاجات لو كلتها هتنام احسن بكتير. لو بتصحى كل يوم مرهق ومش مرتاح وسكرك الصايم مش مظبوط، الفيديو ده معمول عشانك. ويلا بينا نبدأ. الأول تعالى نفهم جسمنا بيحصل فيه إيه قبل النوم، لأن ده اللي هيحدد إذا كنت هتنام نوم عميق ولا نوم تقيل ومقطع، وهتصحى جعان ولا شبعان ومرتاح، وجسمك هيحرق الدهون وأنت نايم ولا هيخزنها. قبل النوم بساعة أو ساعتين المخ بيبدأ يزود إفراز هرمون اسمه الميلاتونين، وده هو مدير النوم في الجسم. لما الميلاتونين يعلى دقات قلبك تهدى وتنفسك يبقى أبطأ، جسمك يدخل في مود الاسترخاء وكل عمليات جسمك بتبقى أبطأ، وده معناه إن أي أكل تقيل في الوقت ده جسمك مش هيعرف يتعامل معاه كويس. حركة الجهاز الهضمي بتقل بشكل كبير جدا، المعدة بتشتغل بالراحة جدا، وده معناه لو كلت وجبة تقيلة هتقعد فوق المعدة، لكن لو كلت حاجة بسيطة وخفيفة هتهضمها بالراحة ومن غير أي مشاكل. وده سبب إن ناس كتيرة بتقول أول ما بنام بعد الأكل بحس بحموضة وبطني تقيلة، طبعا لأن المعدة بالليل ما بتكونش مستعدة للشغل التقيل ده. الجسم بالليل مش فارق معاه إنه يحرق السكر بسرعة، لأن مفيش حركة مفيش مجهود، وبالتالي هو مش محتاج للطاقة. فلما تاكل حاجة فيها نشويات او سكريات قبل النوم السكر بيعلى بسرعه ومقاومه الانسولين بتبقى اعلى في الوقت ده فتبقى النتيجه تخزين دهون زائد جوع تاني يوم الصبح. وعشان كده تلاقي دايما لما تاكل سكريات كتير قبل النوم بتصحى الصبح جعان جدا، لان السكر بينزل كتير اثناء النوم. كمان التمثيل الغذائي بيقل بنسبه من 15 ل 35% قبل النوم، يعني الوجبات الدسمه هتتخزن، الوجبات السكريه هتبوظ نومك، انما الوجبات الخفيفه اللي فيها بروتين هتساعدك على الشبع وتحافظ على العضلات. الليل بالنسبة للجسم هو وقت الصيانة الدورية، بيصلح الخلايا ويظبط الهرمونات وكمان بيجدد المناعة وبيتخلص من السموم. ولو دخلت عليه بأكل تقيل بتوقف كل ده وبيوجه مجهوده لهضم الأكل ده بدل التجديد، وده اللي يخليك تصحى الصبح مرهق كأنك ما نمتش. لو فهمت جسمك قبل النوم هتعرف تاكل ايه وما تاكلش ايه، ونومك هيبقى أحسن وصحتك هتتغير، وزنك هيتظبط وسكرك كمان هيستقر، وهتقوم الصبح مرتاح ومفوق. الفكرة مش انك ممنوع تاكل، الفكرة هتاكل ايه وكمان تختار الوقت المناسب للاكل الصح. هتقولي طب ما خلاص ما ناكلش قبل النوم ونرتاح. في حالات معينه الاكل قبل النوم ضروري جدا وبيحمي من مشاكل كتير. تعال اقول لك امتى فعلا لازم تاكل قبل ما تنام، ومين الناس اللي ما ينفعش يناموا على معده فاضيه. رقم واحد، لو بتقلق من النوم الفجر جعان جدا او مصدع. لو انت من الناس اللي بتقلق الفجر جعان جوع مش طبيعي او جسمك مرهق ومش قادر تقوم، فده معناه ان سكر دمك بينزل اثناء النوم بشكل كبير، فجسمك بيحس ان في خطر فبيقلقك من النوم. ساعتها وجبة خفيفة قبل النوم هترجع توازن السكر جوه الدم وتمنع نزوله بشكل كبير أثناء النوم. تاني حاجة، لو بتتمرن بالليل أو بعد المغرب، الناس اللي بتمرن جسمها بالليل بيحصل هدم عضلي كبير والجسم بيبقى محتاج مواد غذائية عشان يصلح الهدم العضلي ده. لو نمت من غير وجبة خفيفة جسمك مش هيصلح العضلات ومش هتعرف تبني عضل، وعلى المدى الطويل هتفقد قوة عضلاتك. أما لو أخدت بروتين خفيف قبل النوم فأنت هتدي جسمك اللي محتاجه عشان يبني عضلاتك والجسم يعمل شغله إصلاح وبناء. كمان مرضى السكر وخصوصا اللي بياخدوا انسولين، لو بتاخد انسولين طويل المفعول او جرعه كبيره بالليل في خطر ان السكر ينزل بالليل وانت نايم، وهنا لازم وجبه قبل النوم عشان تبقى امان ليك، خصوصا لو وجبه فيها بروتين ودهون خفيفه تمنع الهبوط الليلي. لو نومك مقطع او بتقلق كتير، في ناس النوم عندهم حساس جدا، اي لخبطه في السكر بيقلقوا على طول، وجسمنا بطبعه بيحب الاستقرار. لو الجلوكوز بينزل فجاه نومك هيبقى مقطع وتلاقي نفسك بتقلق مرتين ثلاثه من غير ما تفهم السبب. وجبه خفيفة قبل النوم هتعمل ثبات للسكر وثبات للطاقة وتديك نوم أعمق بكتير. كمان لو عندك ارتجاع وبتتعب بعد العشاء، ناس عندها ارتجاع وتاكل وجبة تقيلة على الساعة 11 وتنام بعدها على طول. المفروض العشاء يبقى بدري، وقبل النوم بساعة أو ساعتين وجبة خفيفة تهدي المعدة زي زبادي أو موزة صغيرة، حاجة خفيفة تهدي بيها الجهاز الهضمي. لو بتعمل دايت قاسي وبتصحى جعان ومتوتر، أكبر غلط في الدايت إنك تفوت آخر وجبة. الجسم بالليل بيبقى محتاج طاقة بسيطة، ولو منعتها
عنه هتتعب ونومك هيتلخبط وهتقوم الصبح منهار وتلخبط الدايت خالص. الحل مش انك تمسك نفسك عن الاكل، الحل انك تاكل صح قبل ما تنام. يعني انت محتاج تاكل قبل النوم لو سكر دمك بينزل، او لو بتتمرن بالليل، لو بتاخد انسولين، او لو نومك مقطع، كمان لو عندك ارتجاع او عامل دايت شديد. وفي الحالات دي وجبة قبل النوم مش رفاهية، دي تعتبر علاج. ولو وصلت معانا لغاية هنا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناة. وتعالى اقول لك ايه احسن اكلات ممكن تاكلها قبل النوم. رقم 1 زبادي لايت او يوناني، فيه بروتين خفيف وبيساعد على الهضم، بيقلل الجوع اللي ممكن يصحيك الفجر، ممتاز لمرضى تكيس المبايض والسكر لو الكمية مظبوطة. رقم 2 كبشة ايد مكسرات، غنية بالمغنيسيوم وده بيساعد على استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم، وكمان فيها دهون صحية تخليك تشبع من غير ما ترفع السكر. ممكن كمان موزة صغيرة ومعاها معلقة زبدة فول سوداني، الموزة فيها تريبتوفان وده بيزود السيروتونين، وكمان زبدة الفول السوداني دهون صحية هتثبت مستوى السكر طول الليل. ممكن كمان حتة جبنة قريش ودي فيها بروتين كازين بيدي شبع طويل ويقلل هضم العضلات أثناء النوم. ممكن كمان مشروب دافي من غير سكر زي اليانسون، البابونج، النعناع، لبن دافي خالي الدسم. وطبعا الوجبة الخفيفة ما بتبقاش قبل النوم على طول، الوجبة بتبقى قبل النوم بساعة لساعتين. ايه بقى اللي ممنوع ناكله خالص قبل النوم؟ اول حاجة السكريات العالية، شوكولاتة، بسبوسة، كيك، عصير، بترفع سكر الدم فجأة وبعد ساعتين هنلاقيه نزل فجأة فيقومك جعان ومصدع ويلخبط نومك تماما. الاكل الدسم والمقليات، بطاطس محمرة، بيتزا، برجر، شاورما، كل ده بيقف في المعدة ويعمل حموضة وانتفاخ. كمان الاكل الحراق بيرفع الحموضة ويعمل اضطراب في النوم. الكافيين، الشاي والقهوة والنسكافيه، الشوكولاتة الدارك، نمنع كل انواع الكافيين من بعد المغرب، بيوقف افراز الميلاتونين ويخلي نومك مش مرتاح. الفواكه بكميات كبيرة وخصوصا العنب والمانجا والتين فيهم سكر عالي وكمان هضمهم سريع وده هيخليك تجوع على اخر الليل. كمان اهم خطأ بيبوظ نومك انك تاكل الوجبة الرئيسية بالليل وتبقى تقيلة ودسمة، وده يعمل لك ارتجاع وتقطيع في النوم، يزود الوزن ويرفع السكر الصايم. لو هتاكل بالليل تبقى وجبة صغيرة وخفيفة. وتعالى اقول لك امثلة لشوية وجبات جاهزة على حسب هدفك. لو عايز تخس ممكن زبادي لايت مع قرفة، او 2 بيضة مسلوقة، او حتة جبنة قريش. لو بتحافظ على وزنك ممكن توست اسمر مع زبدة فول سوداني، او موزة ومعاها كبشة مكسرات. ممكن كمان كوباية لبن خالي الدسم. لو رياضي وعايز تعمل عضلات ممكن جبنة قريش، او زبادي يوناني مع شوفان، وممكن كمان واي بروتين مع معلقة زبدة فول سوداني. ولو وصلت معايا لغاية هنا يبقى انت فعلا مهتم بصحتك. ويا ريت تكتب لي في الكومنتات ايه اكتر اكلة انت متعود تاكلها قبل ما تنام. وما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.